مش كفاية كده لحمة؟ تعالى أقولك بقى على طريقة عمل جمبري البتر فلاي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، في أقل من 10 دقايق هتكوني مخلصاها، وبنص كيلو جمبري هيعمل الصينية اللي قدامك دي. معايا هنا نص كيلو جمبري، ممكن تستخدمي اللي هو الجامبو أو الوسط اللي زي ده بالظبط. نضفت كده الكيس الرمل اللي بيبقى في الظهر ده، كيس الرمل ده يا بنات اللي هو الأمعاء بتاعة الجمبري، وأحيانا ما بنلاقيهوش فبنقول عليه جمبري صايم. نضفته كويس جدا ونقعته بليمونة، طبعا ما بتنقعهوش كتير، ممكن تحط عليه كمان شوية دقيق لكن خلي لأ عشان ما يهرش اللحم بتاعه. هنعمل بقى التتبيلة، حوالي ربع كوباية عصير ليمون، نص كوباية عصير برتقان، نص معلقة كبيرة توم مهروس، معلقة كبيرة مستردة، معايا هنا نص معلقة كبيرة ملح، ربع معلقة كبيرة كمون، ربع معلقة كبيرة فلفل أبيض. هقلبهم كويس جدا بالشكل ده. انزل بالجمبري بقى في التتبيلة، هفتح كده الجمبرية وانزل من ناحية اللحم زي ما انتوا شايفين كده، واضغط عليها كده بالمعلقة. طبعا الليمون عصير الليمون وعصير البرتقال اللي فايض ده هقول لكم هنعمل ايه بيه دلوقتي. هرص كده الجمبري في التتبيلة، والخطوة دي مهمة يا جماعة علشان الجمبري يشرب من الصوص او التتبيلة اللي احنا عاملينها دي. هبدأ بقى افتح الجمبري كده وانزل بيه من ناحية اللحمة برضو زي ما قلت لكم. الوصفة دي سهلة وبسيطة جدا، ما بتاخدش اي وقت، في اقل من 10 دقايق تكون مخلصاها. وزي ما انت شايفة النص كيلو عمل لنا صينية كبيرة، الصينية دي طبعا حجمها كبير. وصفة سهلة وبسيطة جدا هتشرفك في اي عزومة. جبت طبق كبير كده وحطيت فيه باقي الجمبري، وبدأت انزل برضو عليه بالتتبيلة بالشكل اللي انت شايفاه ده. التتبيلة دي خطيرة يا جماعة وتحفة جدا، طعمها حلو قوي، لازم تجربيها. يلا بينا بقى نشوح الجمبري. طبعا انا سبته حوالي 10 دقايق او ربع ساعة كده في التتبيلة. حطيت هنا مكعبين زبدة، هستنى لما يسيحوا كده، وبعد كده هبدأ انزل بالجمبري من الناحية اللي فيها اللحمة برضو، مش هنزل من الناحية بتاعة القشر. طب ليه بقى؟ علشان الجمبري انا عاوزاه يبقى مفتوح معايا، اول ما يحس بالسخونية بتاعة الطاسة هيقوم مقفول، وطبعا انا عاوزاه مفتوح عشان اعرف احط فيه الصوص الابيض. هرصهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا الجمبري ما بياخدش حاجة يا جماعة، في اقل من 10 دقايق بيكون مستوي معاكي على حسب طبعا حجمه، او عموما لما بتشوفيه لونه غير من اللون الطبيعي بتاعه للون اللي هو الاورنج او البرتقاني اللي انتوا شايفينه ده. رصيتهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ ايه اللي لونها يتغير هبدأ اقلبها الناحية التانية. طبعا كل ده على نار عالية، كل ده يا جماعة على نار عالية. هبدأ بقى اللي لونها يتغير هقلبها على الجنب التاني اللي هو الجنب اللي فيه القشر يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده. مفيش دقيقة بالظبط، وبعد كده هقوم مخرجاهم وحطاهم على جنب. الزبدة بقى اللي باقية دي هبدأ ازودها كده زيت زيتون، وابدأ اعمل الخضار او الفرشة اللي هحطها تحت الجمبري. معايا هنا بصلة متوسطة مفرومة ناعم، هشوحها بالشكل ده لحد ما تدبل. ولو انت عاوزة البصلة تدبل بسرعة تديلها رشة ملح كده، وتقلبي على نار عالية، كل ده على نار عالية يا بنات. هقلبها بقى كويس جدا، وبعد كده هبدأ انزل بنص معلقة توم كبيرة مهروسة، واقلب اقلب اقلب لحد ما ريحة التوم كده تطلع معايا. وهبدأ انزل بالخضار. معايا هنا فلفل الوان وواحد سبايسي او حار، ده اختياري، الحر ده اختياري يا بنات. نزلت كده بالفلفل الحار والبارد او الالوان، وهديله برضو تشويحة على نار عالية. اقلبه كده لمدة دقيقة، وبعد كده هنزل بالبقدونس. هنزل بالبقدونس بالشكل ده،
وهديله تقليبة سريعة كده، وبعد كده هنزل بالطماطم واسيبهم على جنب كده لحد ما يستووا او يعني يتبلوا شوية. بصوا عاوزة اقول لكم يا جماعة ان الخضار ده هتسيبوا الجمبري حرفيا وهتاكلوا الخضار ده. معايا هنا ليمونتين متقطعين شرايح او انصاف كده، نزلت بيهم على الخضار وقلبتهم كويس جدا، وبعد كده هستنى لحد ما يستووا معايا او يتبلوا شوية. يلا بينا نعمل صوص البتر فلاي. معايا هنا حوالي معلقة كبيرة كده سمنة او زبدة اللي متوفر عندك، ولو ما عندكش سمنة او زبدة ممكن تستخدمي زيت. نزلت عليها كده بمعلقة دقيق كبيرة، وهبدأ اقلب بقى الدقيق مع الزبدة كده لحد ما الدقيق يستوي زي البشاميل بالظبط. هبدأ بقى اضيف الليمون اللي كان باقي والبرتقان. والخطوة دي يا جماعة مش مهمة خالص، لان انا بصراحة ما حبيتهاش. اللي مش بيحب الطعم اللاذع او اللي متعود على طعم البشاميل فياريت ما يحطش شوية الليمون او شوية البرتقان دول. بعد كده ضفت فنجان من الحليب وفنجان من كريمة الطهي ورشة فلفل ابيض ورشة بابريكا ورشة ملح بسيطة. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها لحد ما القوام بتاعها يتقل كده. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده يكون جهزنا كل حاجة. هنبدأ بقى نرص الجمبري بتاعنا. جبت القالب ده ولفيته كده بالورق السلوفان وبدأت انزل بالخضار، افرشه كده في الارضية الاول زي ما انتوا شايفين كده. اسويه كده الاول واظبطه. بعد كده هبدأ انزل بالجمبري ارصه زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تخلي الراس ناحية جوه والديل بتاع الجمبري لبره او العكس زي ما تحب يعني. الراس دي بتاعتك انت بقى. المهم ان انت ترصها كويس جدا علشان انت اساسا هتقدميها كده على السفرة بالشكل اللي انت شايفاه ده. رصيت كل الجمبري وبعد كده بدأت انزل بصوص البتر فلاي بمعلقة كده، وبدأت انزل فوق كل جمبرية واحدة واحدة كده لحد ما اغطي كل الجمبري بالصوص. لازم كل الجمبري يتشرب من صوص البتر فلاي. الوصفة دي يا جماعة لعشاق البشاميل والحاجات الوايت صوص والحاجات اللي زي دي هتعجبكم قوي. هنبدأ بقى ندلع الجمبري ده هنحط له كده رشة جبنة موتزاريلا بتضيف طعم حلو جدا. وفي الوقت ده ممكن تحط شوية ريحان تفركوهم بين ايديكي كده وترشوهم عليه لو متوفر عندك يعني. هفرد بقى الجبنة كده رشة بسيطة، وبعد كده هدخل الصينية دي تحت الشواية تاخد لون بس فقط. مش هتاخد وقت كبير يعني 5 دقايق بالظبط هتكون واخدة لون. حطوا لايك يا بنات، اللايك مش هيكلفكوا حاجة، اللايك بيخلي الفيديو ينتشر. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. ولو انتوا شايفيني بقدم محتوى مفيد ليكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة نوتيلا وموتزاريلا. نتقابل في فيديو جديد وحلقة جديدة ويوم جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.